هذا فن يلزمو برشا وسعبال. نحب خدمتي برشا برشا، خارجه من قلبي، معناها من روحي. هما بكري كانوا يعملوا في الفروشات العربي القدم قوس حاجه، عندنا القيشه التونسيه نتاعنا ما عادش يخدموها اصلا. معناها تصور انت الاجانب ولاو يعطيوها قيمه اكثر من احنا في بلادنا. عسلامة، مرحبا بكم. أنا اسمي نادر الطريقي، عندي في المهنة نتاعي 38 سنة، عندي 3 اختصاصات، نخدم نقاشة على الخشب ونخدم في النجارة ونخدم في التخشيش. أنا كنت مش متفوق بالكدا في القراية نتاعي، فالوالد حب معناتها كي يكبسني شوية دخلني للتكوين، نلقى روحي الدومين اللي نلوج عليه، اللي فيه تصوير وفيه نقيشة وفيه جوي معاه، تمسكت به وقعدت من عمري 12 سنة، اليوم عمري 50 سنة وأنا متمسك بالخدمة خاطر نحبها. أنا الخدمة نتاعي تجمع النجاره والنقيشه والتخشيش، يخرجوا لك ارتيكل، يخرجوا لك تحفه. التخشيش هو تاخذ لوحه ترشمها تصورها وبعد تاخذ الماكينه وتقص لك الماكينه هذيك حسب الصوره اللي انت صورتها، تعطيك الموديل. والنقيشه الموتيف اللي انت خدمته باش تبرزه للواقع يولي واضح. هذاك الفرق ما بين النقيشه والتخشيش. والنجاره انك تاخذ حاجه تشكلها، سواء تعمل كرسي ولا تعمل محمل ولا تعمل بيت نوم ولا بيت ساله، هذيك كلها تشمل النجاره. انا متخصص الاكثريه في النقيشه. التكنولوجيات اللي قاعدوا في بالي الاكثريه الصندوق تاع الصياغه، المحمل تاع القران او تستعملوا للموسيقى، وعده حاجات اخرى عملتهم تحفتي والكليونات. والحق نتاع ربي الحاجات اللي نعملهم بالروح، معناتها الناس يدخلوا يشوفوا خدمتي يشيخوا عليها. انا يجيوني حتى التوريست باش يشوفوا المهنه نتاعنا. تصور انت الاجانب ولاو يعطيوها قيمه اكثر من احنا في بلادنا، يجيو يصوروا معايا ويخدموا معايا معناتها النقيشه ويروح بالارتيكل نتاعو ويخرج فرحان شيخ. وانا نتمنى شبابنا اللي هو يقول انا بطال يجي يتعلم، خدمتنا مش صعيبه. راهو 3 شهور ماكس عندي انا يولي صناعي، نعلموه يربح صنعه جميله وصنعه معناتها فيها مستقبل، يعمل ساعه ونص كل مره معناتها بحذايا، يضحي شويه معناتها 3 شهور هذوكم يولي يخدم على روحه.